هو ده الفطار المصري الاصيل اللي يستحق ان انت تروح له بقى مخصوص وتصحى له الصبح بدري عشان تاكل احلى شوية فول متحبشين كده قدامك. حاجة تفتح النفس وحاجة جميلة جدا. ولما تشوف الجمال ده كله لازم تقول بسم الله ما شاء الله. وقال لي ده جديد عندنا وحلو بزيادة، البسطرمة بالبطاطس الصوابع. قلت له ازاي دوت؟ قال لي بنزل بالزبدة والبسطرمة واشوحها كده، وبعد كده بنزل بالبطاطس الصوابع وبنزل عليها بشوية رومي. قال لي بقى ولا البيض بالسوسيس؟ صدقني هتاكل منه هتبقى مبسوط وهطيس. وختم برضه بشويه بشر رومي. والبتنجال عندهم في العلبه تفتح النفس جدا، حتى الفول في العلبه بالزيت الحار شكله مولع نار. بصيلي كده على البابا غنوم في العلبه شكله جميل جدا، اللهم صل على النبي. قال لي بقى ولا سندوتش الديناميت؟ صدقني هيخليك حديد. وقعد بقى يحط عليه حاجات كتير قوي، وش فول بقى، وش بيض، وش مسقعه، وش بابا غنوم، وحاجات كتير. وقعد يقلب السندوتش ده حرفيا ممكن ياكل اتنين. طبعا واللي بيروح المكان دوت وبيتفرج علينا عارف ان المكان دوت من انضف المطاعم اللي انت ممكن تدخلها، لان المطعم عندهم مكشوف وكل حاجه قدامك كده باينه، فعندهم النظافه بسم الله ما شاء الله. اما دخلت بقى اصور الطعميه عجبتني النظافه جدا بسم الله ما شاء الله، والزيت باين عليه والجريل باين قدام حضراتكم. وشفت عجينه الطعميه بتاعتهم عباره عن فول بس ما عليهاش اضافات تانية. وعندهم طعميه محشيه وكيري وشيدر وشكل البطاطس تحفه وتفتح النفس كده. يلا بينا بقى نبتدي جولتنا بسم الله الرحمن الرحيم كده قبل اي كلام. وجبنا بقى شويه حاجات كده، فول بالسجق وطعميه، وجبنا عجه، وجبنا بطاطس، وجبنا بطاطس عاملينها مهروسه كده وعاملينها زي البانيه جديده، وعاملين مسقعه وبطاطس. وعجبتنا اول بطاطس من عندهم الصوابع شكلها تفتح النفس. وهيا بينا نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه ابتدي بقى كده الفول بالسجق. وصدقني الفول بالسجق من اول لقمه هيخلي قلبك يدق جامد. والطبق كان مليان سجق، انا حاسس ان هو كان سجق بالفول. ودقت بقى الطعميه الشيدر والكيري، واللي عجبني بقى الشيدر كانت جامده جدا. وخلي بالك بقى عشان الطعميه بالحشو دي جميله جدا، اللي بيحب الشطه لا هاتها هتعجبك قوي. واللي عجبني بقى في الحشو الشيدر كانت جامده موت. وخش بقى على البطاطس دي عاملين عليها بقسماط كده ونازله الزيت، كان طعمها تحفه جدا وخفيفه ومش شاربه زيت. والفول الاسكندراني ده اللي كنا محبشينه في اول الفيديو كده، وكان طعمه جميل جدا، حاطين عليه خلطه مميزه اللي احنا شفناها في الاول كده. وخش لي على البيض المدحرج، التسويه بتاعته جميله. البطاطس دي بقى عالميه، لازم تروح تجرب البطاطس الصوابع من عندهم بالبشر الرومي تحفه جدا. والشكشوكه عندهم بالسمنه كان طعمها مميز جدا، السمنه كانت مخليها فوق. وخش لي بقى يا باشا كده على البصل، والبصل تاكله من هنا وتحس ان انت عايز تنام من هنا. ليه بقى ما تعرفش؟ الجرجير يا باشا خش ودوس عليه عشان حاجه مفيده جدا كده على الصبح. وكحاجه جديده بالنسبه لي البيض بالسوسيس، لا طعمه حلو ومختلف. ودقت بقى البتنجال من عندهم والحشوه بتاعته جميله، والعجه عندهم مميزه. والطعميه بقى عايز اقول لك ان مفيش يا باشا اي حاجات كده محطوطه زي اللي انت عارفينها دي، لا فول على ابوه. وكان طعم الطعميه جميل جدا. لو عايز تفطر بقى شويه فول على نظافه ومن غير زيوت كتير، تعال اقول لك المكان ده فين. والمكان ده بالتحديد في النزهه الجديده في شارع 47 شارع محمد رفعت بجوار صيدليه اسمت فول وفلافل بسكوته. بيقول لك الطعم عندهم حدوته. وكان المكان زحمه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجه كده جميله وتفتح النفس. وكمان عندهم خدمه توصيل، ودي الارقام بتاعتهم لو حابين بقى تطلبوا من عندهم اي حاجه بيوصلوا في اي حته. وحابب اقول لكم بحبكم في الله.